جات لنا كومنتات كتير قوي وطلبوا مننا اننا نعمل حلقه عن خريطه الادريسي. يا عم ادي الحلقه يا عم. خريطه الادريسي موجود فيها مكان سد ياجوج وماجوج، والعالم كله اعتمد عليها لمده 3 قرون كامله، وحتى بعد الشكل الحالي والتكنولوجيا اللي وصلنا لها في الخرايط لسه في علماء بياكدوا ان خريطه الادريسي هي الشكل الصحيح. والادريسي واحد من الجغرافيين المهره اذا ما كانش هو امهر جغرافي عرفته البشريه، وعمل اكتر خريطه فيها تفاصيل عن عالمنا، وفي اماكن في الخريطه ما نعرفش اماكنها فين بالتحديد لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي، وهل هي اصلا حقيقيه ولا اساطير. ابو عبد الله محمد بن محمد الادريسي الهاشمي القرشي اتولد سنه 1100 ميلاديا في المغرب، ويقال انه من نسل الاشراف النسل النبوي عليه الصلاه والسلام، ولقبه كان الشريف الادريسي، وكان رحاله من بلد لبلد ومن قاره لقاره، زار الحجاز ومصر وفرنسا وانجلترا والقسطنطينيه، وكان دايما بيرسم المسارات والبحار والمحيطات اللي بيعدي عليها لحد ما وصل لمدينه صقليه واللي قابل فيها الملك روجر الثاني، واللي كان عنده شغف بعلم الجغرافيا. وفي اول مقابله بين الادريسي والملك روجر، الادريسي جاوبه على اسئله كانت شاغله دماغه جدا، واهم حاجه الادريسي شرحها للملك هو موقع الارض من الفضاء، وشرحها له بطريقه بسيطه جدا استخدم فيها بيضه، وقال له ان الارض هي صفار البيض، والسماء والمجرات هي السائل اللي حوالين البيضه. وبعد ما جاوب للملك على كل الاسئله اللي كانت محيراه، الملك طلب منه انه يرسم خريطه للعالم اللي احنا فيه، وساعتها عمل مجسم للكره الارضيه تقريبا شبه المتعارف عليه في اليومين دول، وكانت عباره عن كره من فضه محفور عليها قارات وبلاد ومحيطات وبعض التفاصيل التانية، وشرحها بالتفصيل في كتابه المشهور في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وهو إن الأرض مدورة، وإن المية ملتصقة فيها وراكدة ركود طبيعي، وإن الأرض والمية مستقرين بين الفلك. وللأسف الكرة دي ما بقتش موجودة بعد وفاة الملك. وبالمناسبة كتاب الإدريسي الشهير كتب فيه كل تفاصيل الخاصة بالخريطة بتاعته، وكتب كمان عن كل الناس اللي ساعدوه فيها أثناء الترحال، وكتب عن كل التفاصيل الغامضة في العالم اللي كل الناس اللي ساعدوه في الخريطة قالوها له. البرع بقى في الخريطة إن الإدريسي لما رسم الخريطة استعمل فيها خطوط الطول ودوائر العرض، وقسم الدول 5 مناطق مناخية، وحدد كمان منابع ومجاري الأنهار زي نهر النيل مثلا، وكمان حدد أماكن البحار والمحيطات. بس بقى الغريب واللي محدش فاهمه لحد دلوقتي إن الخريطة كانت مقلوبة، يعني الشمال جنوب وجنوب شمال. الغريب كمان ان في الخريطه قاره افريقيا كانت بضعف المساحه اللي موجوده دلوقتي، وان القاره دي في نص العالم بالظبط. تعالى بقى اخدك واوريك الاماكن الغريبه اللي موجوده في خريطه الادريسي واللي ما نعرفش مكانها فين بالتحديد. طبعا كلنا سمعنا عن سد ياجوج وماجوج، السد اللي بناه ذو القرنين، بس مكانه مجهول ومحدش عارف هو فين لحد دلوقتي. بس الادريسي وضح مكانه على خريطته، مكانه في الخريطه اتجاه الشمال ورا جبل كبير محاوط الارض كلها، والجبل ده كان اسمه زمان جبل موميرا، والعرب قالوا عنه ان الجبل ده جبل قاف. وهنا بقى نسأل نفسنا سؤال مهم قوي، هو الإدريسي زار السد ده بنفسه ولا عرفه من البحارة والناس اللي حكت له؟ والقصة اللي وصل فيها سلام الترجمان لمكان السد، ودي بقى محتاجة حلقة كاملة، لو عايزينها قولوا لي تحت في الكومنتس. بس هو الوحيد اللي شرح رحلته اللي شاف فيها السد، وقال ان السد سليم وان لسه ما جاش الميعاد ان هم يخرجوا، ووضح في خريطته شكل السد ومكانه تقريبا في صربيا، وكمان كان في جزيرة محدش سمع عنها غير في الخيالات والقصص الأسطورية، وهي جزيرة الواق واق الأسطورية واللي اتحكت في ألف ليلة وليلة او أليس في بلاد الواق واق. في مؤرخين قالوا ان مكانها الصين او اليابان، بس محدش عارف يحدد مكانها على الخريطه غير الادريسي، واللي اعتمد فيها على كتب الرحال العرب، وحط مكانها على السواحل في جنوب افريقيا، واللي بيعتقد انها موزمبيق حاليا عشان معروف عنها انها بلد غنيه جدا بالذهب، زي برضو مكان معروف عن جزيره الواق واق. وبرضو لو عايزين حلقه عنها قولوا لي في الكومنتس. تفتكروا بقى الخريطه دي بكل التفاصيل اللي عليها، ولسه بيقولوا عليها انها واحده من ادق الخرائط اللي فضلوا معتمدين عليها 3 قرون كامله، ايه السبب بقى ان هم يغيروا ملامحها لحد الحاله اللي احنا شفناها عليه دلوقتي؟ وهل بقى خريطه الادريسي هي الصح ولا الخريطه اللي احنا عارفينها بشكلها الحالي دلوقتي؟ وهل الارض كرويه ولا مسطحه؟ وليه الخريطه رجعت ترند دلوقتي؟ هل الناس حسوا ان ياجوج وماجوج قربوا يخرجوا ولا انت عندك حاجه تاني؟ رد عليا في الكومنتات وقول لي رايك، لان رايك مهم جدا بالنسبه لي في الحلقه دي. بس قبل كل حاجه اعمل لي لايك وشير وكومنت. سلام.